سبب مادي أقدر أشوفه بعيني وأقدر أخضعه للتجربة. يبقى الأسلوب العلمي يجي يقولك الأسلوب العلمي بيهتم بدراسة الظواهر الجزئية، الظاهرة الجزئية المحدودة فقط. الأسلوب العلمي بيهتم بالأسباب القريبة المادية المباشرة عشان يقدر يخضعها للتجربة. طيب الأسلوب الفلسفي، لا، الأسلوب الفلسفي هو أسلوب عقلي تأملي تحليلي. عقلي تأملي تحليلي يعني الأسلوب الفلسفي مش هيقدر ياخد الحاجة ويخضعها للتجربة، ما يعملش تجربة، هو بيفكر فيها وبيحللها بعقله. الأسلوب الفلسفي لا يدرس الظواهر الجزئية، بل يدرس الظواهر الجزئية ويربطها بعضها ببعض لتكوين حقيقة